عظم الله أجورنا وأجوركم باستشهاد إمامنا وشفيع ذنوبنا الغريب العطشان سيد الشهداء الحسين صلوات الله وسلامه عليه. يا فرج الله سيدي، أنت المعزى بهذا المصاب الجلل، مصاب جدك الحسين سلام الله عليه. السلام على المحتسب الصابر، السلام على المظلوم بلا ناصر، السلام على ساكن التربة الزاكية، السلام على صاحب القبة السامية. يا جد فلئن أخرتني الدهور وعاقني عن نصرك المقدور، ولم أكن لمن حاربك محاربا، ولمن نصب لك العداوة مناصبا، فلأندبنك صباحا ومساء، ولا أبكين لك بدل الدموع دما. لماذا سيدي؟ حسرة عليك وتأسفا على ما دهاك، وتلهفا حتى أموت بلوعة المصاب وغصة الاكتئاب. مات التصبر في انتظارك أيها المحيي. الشريعة فانهض، فما أبقى التصبر غير أحشاء جزوعة. كم ذا القعود ودينكم هدمت قواعده رفيعة، تنعى الفروع أصوله وأصوله تنعى فروعا. ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطف الفظيعة؟ ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطف الفظيعة؟ أترى تجيء فجيعة بأمض من تلك الفجيعة، حيث الحسين على الثرى، حيث الحسين على الثرى. خيل العدا طحنت ضلوعا، قتلته آل أمية ضامن إلى جنب الشريعة، ورضيعه بدم الوريد، ورضيعه بدم الوريد مخضب، فاطلب رضيعه. جمع نسوان ينتظرن يعود عليهن الوالي. سيدي يا فرج الله إلك الخبر. جمع نسوان ينتظرن يعود عليهن الوالي، حاضر ما كنت وتشوف من رد المهر خالي.
من رد المهر خالي زينب على الأرض طاحت. يا مهر حسين وين حسين عفت بياك ترصاحت. مشوا خلفه مشت زينب وتعثر بالجدم راحت. وتبعا زينب النسوان دخلا ساحة الميدان شافا جثة عالتربان. زينب طاحت عليها وصاحت وين يا الغالي. جسد مسلوب وبلا راس زينب شمته بنحره. الجسد مسلوب وبلا راس زينب شمته بنحره. خافت تلجم ضلوعه بهده قبلت صدره. يا غايب نحبن النسوان وطاحن يبجن بكثره. وحدة تلوع وتضمه وحدة تنوح وتشمه وحدة تصيح ابو اليمه. قوم اقعد يا نور العين اريدك تنظر الحالي. بقي سيد الشهداء وحيدا فريدا دخل إلى الميدان يقاتل قتال الأبطال. حميد بن مسلم شي يقول؟ فوالله ما رأيت مكثورا قط قد قتل ولده وأهل بيته وأصحابه أربط جأشا منه. وإن الرجال كانت تشد عليه فيشد عليها بسيفه. ولقد كان يحمل فيهم فيهزمون بين يديه. كان يقاتل الإمام قتال الأبطال. وإذا بسهم من أبي الحتوف وقع في جبهته الشريفة. وإذا بإمامنا نزع السهم من جبهته سالت الدماء على وجهه وكريمته. ثم لم يزل يقاتل حتى أصابته جراحات كثيرة. ولما ضعف عن القتال فوقف ليستريح. فبينما هو واقف إذ أتاه حجر آخر أيضا على جبهته المقدسة. رحم الله من نادى وحسينا وسيداه وإماما. فسالت الدماء ثانية. أخذ إمامنا ثوبه ليمسح الدم عن وجهه وعينيه إذ أتى سهم محدد له 3 شعب فوقع على قلبه الشريف. أخذ السهم المشوم من إمامنا الحسين مأخذ كبيرة. وإذا بالإمام أخذ السهم بيده الشريفة أخرجه من وراء ظهره فانبعث الدم كالميزاب. رحم الله من نادى وحسينا. من بعيد كانت تنظر اخته ومدامعها تصب والون سكته. رادب ثوبه يمسح دم جبهته ضامي وبالسهم صابه وشبته. بعد يا مؤمنون يا شيعة الحسين أقبل فرس الإمام يدور حوله ويلطخ ناصيته بدمه ويصهل صهيلا عاليا. يقول إمامنا الباقر سلام الله عليه أنه كان يقول في صهيله: الظليم من أمة قتلت ابن بنت نبيها. بعد ذلك أقبل فرس الإمام نحو المخيم بذلك الصهيل يا فرج الله. فلما رأينا النساء جواده
مخزيا، ونظرن سرجه عليه ملويا، برزن من الخدور لاطمات، وبالعويل داعيات، وإلى مصرع الحسين مبادرات، فواحدة تحنو على أي تضمه، وأخرى عليه بالرداء تظلل، وأخرى بفيض النحر تصبغ وجهه، وأخرى تفديه، وأخرى تقبل. بعد مقتل سيد الشهداء وإذا بالخيام أحرقت في تلك الأجواء المضطربة. يقول الراوي: رأيت امرأة جليلة وقور واقفة بباب الخيمة، والنار تشتعل من جوانبها، والنار تشتعل من جوانبها، وهي تارة تنظر إلى السماء وتصفق بيديها، وتارة تدخل في تلك الخيمة وتخرج. أسرعت إليها، قلت لها: ما وقوفك ها هنا والنار تشتعل؟ يقول: فبكت وقالت: يا هذا إني أرى النار، ولكن لنا عليل في داخل الخيمة لا يتمكن من النهوض، كيف أفارقه وقد أحاطت به النار؟ عم زينب 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 حرقة وخيمها وسباها، ولاها شرار مية ولوعاها من حرقة وخيمها وحيراها. زينب طبت الخيمة لقاها، خلها النار تحرقها، خلها النار تحرقها، ودراها زينب ما تفارق ابن أخوها. باتت العائلة المفجوعة في مثل هذه الليلة في حالة لا توصف من شدة وحشتها. بدأت العقيلة زينب تتفقد النساء والأيتام، وفي ساعة من ساعات تلك الليلة، وإذا بأم الرضيع السيدة الرباب لم تكن مع النساء. خرجت مولاتنا زينب تتعثر بأذيالها تبحث عن أم الرضيع، أين هي؟ رجل من الأعداء كان مكلف بحراسة العائلة، قال: ما الخبر؟ فأجابت العقيلة: إن امرأة منا مفقودة. وإذا باللعين قال: نعم، قبل ساعة رأيت امرأة حدرت نحو الميدان. أقبلت مولاتنا زينب حتى وصلت إلى ساحة المعركة، وإذا بها رأت الرباب. قالت لها رباب: ما الذي جاء بك إلى ساحة الميدان؟ قالت: سيدتي، عندما أباح لنا القوم الماء در اللبن عندي، فجئت إلى ولد الرضيع على أمل أن فيه رمق من الحياة، وإذا به مذبوح من الوريد إلى الوريد. رحم الله من نادى وحسينا وسيداه وغربتا. عمجي ترضع رضيع الما رضعته، جي ترضع رضيع ما رضعته. يهل الراي عمر شهور 6 ومرمي على الثرى ومذبوح.
شفت السهم الصوبه بيدي، لزمته اطلع شلون خاف الجم رقبته. واذا بمولاتنا زينب يم الطفل المن تنشدين، مذبوح الطفل والمن تناغين، تقطعين القلب لمن تونين ظل خالي المهد والمن تلولي. ملا من رخصتك زينب سلام الله عليها خرجت وقفت في وسط الميدان، أخذت تقلب طرفها يمينا وشمالا، أشلاء مقطعة، وهي تتعثر بأذيالها بين جثث أهل بيتها وأحبتها. وإذا بها عقيلة الطالبيين سلام الله عليها بلسان الحال قامت تقرأ. عقيلة الطالبيين ظلت تنعى، قامت تقرأ أغاتي من أنت؟ أقرأ واقرأ وياي ملا من رخصتك. وليان ما ظلت لي وليان ما ظلت لي وليان، ظلت جثث بالحومة، ظلت حرم مهضومة، ما ظلت لي وليان ما ظل ويا زينب ظلت جثث بالحومة، ظلت حرم مهضومة، ما ظلت الأربعة ابن أم البنين، الأخوة كانوا يحرسوني أبد ما قصروا عني، يا ابو حسين ولا نسوني، القدر فارقهم يا ابويا واخوتي ما فارقوني، جثث يا ابويا شفتهم ريت لا شافت عيوني، وافوا حسين بخوته كل بطل طاح بحومته، راسا انفصل عن جثته وبحزنهم ودعوني. أحزان صرت بلوعة وأحزان، أحزان صرت بلوعة وأحزان، عقب الأخوة سلبوني بديرة غرب عافوني، ما ظلت لي وليان لا تظل ساكت أغاتي هلا. وليان ما ظل شاش ظلوا لك يا زينب، ظلت جثث بالحومة، ظلت حرم مهضومة، ما ظل بويا وسمعته يصيح ولا معين ومن يعينه. أروع صورة اللي صورها الشاعر الكبير عبد الحسين أبو شبع على لسان الرادود القدير المرحوم عبد الرضا الرادود. بويا وسمعته يصيح ولا معين ومن يعينه،
اخوته وانصار نومه عن يساره وعن يمينه. حسين يا ابويا تحير للمخيم شبح عينه، ولا يصح واحد قباله يشوفه ويوصي بينا. شبيدي على ذاك الصبر قدمت لابن امي المهر، قبلت نحره والصدور. راح اخويا وبطع لي انا عطشان عطشان ما تحسين. ايه عطشان عطشان ما تحسين عطشان. يا ابويا انقطع نحره وبالخيل نشم صدره، ما ظلت لي وليان وليان. زينب تناديك من الطاف، وانت يا كرار تسمع تصيح يا ابويا الزمان شلون بينا قام يصنع. ابويا تذكر من روح القبر جد شلون اطلع بوقت الظلام، ولمن الاصوات تهجع اطلع يا ابويا بهيبتي، واللي تبارين اخوتي، واركض اليوم بغربتي. صرت من مصرع المصرع اجسام اجسام، عين تشاهد اجسام اجسام اجسام، عين تشوف الاجسام. كانوا امس قدامي اليوم النار بخيامي. هاي الدنيا ايام ايام ايام، هاي الدنيا هلا ايام ايام، هاي الدنيا ايام. يوم الاهل يحمونا، يوم العدا يسلبونا، هاي الدنيا. هذا البيت واسالكم الدعاء. امس بين الأمس غير النسم ما يمر أبد يا أبويا علي. اليوم لن نركض بين الخيل والآلام بيا، والسياط ترابعتني وانا اشقفها بديا. لا هذاك العز اشوفه ولا الذل بالغاضريه. يا ابويا اصير بيا فكر اذكر اخوتي والخدر، ابن امي حز راس الشمر وجب راس حسين. ليا ما نام ما نام جفن حسين، ما نام ما نام جفن حسين. يرعى كان امس حالي اليوم مقطع قبالي. هاي الدنيا ايام ايام ايام. وجسام جسام بثوب العريس جسام، جفوفه بدم حنوها شمعة عرسه طفوها. هاي الدنيا ايام ايام. ايه يوم الأهل يحبونا ويوم العدا يسلبونا. هاي الدنيا أيام. اللهم نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم يا الله.
قسم عظيم إلهي بغربة زينب وبدموعها في مثل هذه الليلة اشفي وعافي كل مريض. اللهم أدخل على أهل القبور السرور، وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لزيارة الحسين وخدمة الحسين وشفاعة الحسين بحقه وبحق آله المظلومين، بالحسين الوجيه وبدموع زينب. عجل لوليك الفرج إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الإيمان. خدمت سيد الشهداء. الفاتحة مع الصلوات.